يلا السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء، غاليين طيبين مثل هذا الشاي الحلو، مرتاحين إن شاء الله. شبابنا الطيبة، فد ملاحظة. طبعا أنا وصيت على صبغ الأحد الأخوة من أهالي بغداد، اسم الولد يتصور علي العقيلي، يعني أصباغه قالوا مضبوطة 100%، وأصباغ حلوة وأصباغ فسفورية همه تساعد على لمعة الطير بأثناء الصعود مالته أو نزوله. فقاعد أتواصل أنا ويا الولد، وإن شاء الله نشوف شلون الوضعية على مود نشرح لكم إياها بمقطع فيديو، لأن هو الصبغ مهم يا شباب، الصبغ مهم. ما عندنا شي، احنا عندنا نظام الفرخة. هاي الفرخة نطلعها وحدها، خليها تدشر، احنا مدشرينها يا شباب. طلعها وحدها هنا تصعد فوق الأبراج، تباوع على سطحها منا. طبعا هذا الطير الأبيض هذا اتصور هو البنتيز، فتحت اشكاله. وعندكم ذاك الجولدن اللي طار علي قبل كم يوم اللي راح، هم مفتوح اشكاله ما اشكلته، والباقيات لا والله مثقلهن جنح واحد لان يسيحوا له هذا الجنح مقيد. جنح مقيد، اما اذا اشكل جنحين يصير قوي. شوف الملاحظة القوية يا شباب، يعني خذها قاعدة. هسه اني مدنبس جنح واحد، اذا ادنبس الجنح الثاني يساعد على الطيران، اما اذا جنح واحد ما راح يساعد على الطيران. تمام يا غالين؟ فانت شوي انتبهوا لهاي الملاحظة. ما عندنا شي اليوم ويا الفرخة، عودتها على هالخشبة. شلون تروح لهناك، اذا تتأخر ترجع للدشر مالتها همه. يعني شوف، كل ما تعود لك على شي ماكو، هذا سليم الها. دائما اراعي الفرخة من تطلع. خل ندب لها اكل، طبعا هي ماكو اكل من البارحة. انا اخوك. احنا شوي تعودنا على ذاك المكان فوق البرج شو اسمه. انا اخوك. شفت شلون مقيدات. خليه هنا براحتين. بس احنا شو نريد نعلمهن على نزول السطح، ونعلمهن على صعود اللي فوق البرج. صعد الدابولة ما شاء الله. على كيفك. اي اوقع. عافية. هاي خو الصعدة. هسه ريتن على هاي الصعدة، ريتن كوني صعدن هنا فوق هاي. ايش قد هن؟ 5 10 فرخات. اكو بيهن تقريبا 4 بالريشة الثانية، اكو بيهن لا والله بعتن. هذا شوفوا فاتحة، شوفه. شوف. هاي نزل الابيض، هذا صعد هنا فوق. عافية. خوش مكان. عافية. اسمع شمر للريشة هذا، اتصور شمر الثالثة لو الثانية. المخاليف ذني جوعانات، والامهات جوعانات، والفرخة شوفها هم جوعانة. بس احنا نريد نعودها كلها تنزل بالسطح. عافية. نعودها كلها تنزل بالسطيح. عافية. خل اقعد هنا شوية.
هذا لو مصبوغات يا شباب، لو مصبوغات والله العظيم. من اول طير اللي نزل بالسطح الكل وراه، الكل وراه، لو مصبوغات. يعني شوفوا الصبغ شلون بيه فائدة، الصبغ بيه فائدة قوية، كلش قوية الصبغ. يعني قطع الروح، شنو السالفة؟ هذا الراب شباب. من ارقى نقطة صحيحة الحمامك الطيار شنو هو؟ اللي هو تثبيت الفرخة بصورة صحيحة، تثبيت الفرخة بصورة صحيحة. احيانا اكو حمام يعني يجي بيه مو درجة اولى، اذا كان عراقي واذا كان مستورد يا شباب، اسولف لكم بصورة عامة. ف هذا الحمام اذا كان مضبوط ولا مو مضبوط، بس شو يتبع تخريجك الصحيح، تخريجك الصحيح. اذا خرجت الحمام بصورة صحيحة فانت هنا استفاديت. اكو حمام يعني يطلع من عنده، مثلا يطلع من عندي درجة اولى، او تروح انت تشتريه مثلا من فلان شخص. هسه اشتريت الحمام هسه قبل كم يوم خابرنا مولد من دياله، قال له اخويا هاشم اشتريت حمام يعني خط طول حلو مضبوط وطيار، وتأكدت من عنده طيرته. فمن طيرت بناتهن ما طارن عندي، يعني هذا الخطأ وين؟ قلت له الخطأ عندك باثناء التثبيت. قلت له شلون ثبت الفرخة؟ فظلنا نتناقش انا وياه، فطلعت طريقة تثبيته غلط. يعني صح هو مشتري له حمام طيار، بس طريقة تثبيته غلط. الفرخة يريد لها تعب يا شباب، الفرخة يريد لها مكملات تتعب لها، وتبقى تصارع وياها لما تثبت بصورة صحيحة. إلها أوقات تطير وإلها أوقات ما تطير، فأنت لازم. شوف الحمام قام يصعد، خلينا نحاول هم نعلمهن على الأكل. قلت لكم شوف الصبغ شلون له دور يا شباب، الصبغ له دور فعال، صبغ له دور فعال كلش. يعني هذا من نزل واحد المفروض كلها تنزل هذا الصبغ. هسه لا مترددات، ليش؟ لان الوانهن مثل الوان الامهات ومثل الوان المخاليف الوانهن، ولذلك شويه متخوفات. شوف بقى اثنين غلط، هذا الغلط، هذا اول غلط. شوف تعلم يا شباب، شوف صح انه ينزلن، بس ينزلن خايفات، صح انه مواليف، بس الولف مالتن يعني نقدر نقول مو مضبوط 100%. اذن 9 وهاي 10 فوق. وتعودتن على كلمة واحدة، تعودتن على صفارة واحدة، مو ساعة مثلا الساحل وساعة او غير صفارة اللي تجي على بالك. هذا غلط، لازم الساحل صيحة واحدة. نقطة اولى. نقطة ثانية، لازم لبستك اللي تصعد بيها للسطح تكون هي اللبسة بالبيتونة،
تكون هاي اللبسة يعرفها الطير، إذا كانت قمصلة وإذا كانت ترواكة أو شي، يكون يعرفها الطير، يعرفها هاي مال المربى مالته، يعرفها كون مالت المربى مالته. تمام. هسه احنا قلنا سولفنا بالغلط، قلت لكم الغلط الأول الصبغ، هاي ما نتناقش عليه، هذا نزل العاشر. إذا في حال أريد أطلع لهن ونس، إذا في حال أطلع لهن الونس، فالونس أطلع المخاليف إلهن. ليش المخاليف؟ المخاليف أولا مقصوصات، ودائما هن يكونن بأثناء الصعود إذا أريد يصعدن عينهن على اليمن، عينهن على المخاليف بنص السطح. تمام. فهاي المراحل شلون نأمن على الفرخة ما نخليها تشرد منا ومننا. أنا ما يهمني الجمال وما يهمني النوع، خليها قاعدة ببالك. أنا ما يهمني النوع، إذا كانتك واحد رامبوري، بنتيس، كامنجر، جولدين، دابولا، شتري، لاكي، أي شيء ما يهمني. أنا ما يهمني الاسم، يهمني الثبات العالي. شوف، يهمني الثبات العالي، يهمني رجوع الحمام، ويهمني وقت الحمام إذا كان اعطاني وقت جيد. هاي كلها مهمة. أما من تقول لي لون، أنا شو أسوي باللون؟ من تقول لي وقفة، أنا شو أسوي بالوقفة؟ من تقول لي عين، أنا شو أسوي بالعين؟ أنا ما يفيدني إذني سابقا كنت أدور والله الوقفة، وأدور الجمال، وأدور كذا وأدور كذا، بس هي طلعت أشياء غلط. أنا خل أدور وقت صحيح، خل أدور طير رجوعه صحيح، طير يمتلك عقلية صحيحة. هاي اللي أدوره. أنا شو أسوي باللون؟ إذا كان أبيض، إذا كان برتقالي، إذا كان أحمر، شو أسوي باللون؟ هو الطير إذا طار بعد أقلب لون أني العفو، أقلب لون، لو لونه يبين عنده فوق ما يبين عند اللون، أو جماله يبين عنده فوق إذا طار، ما يهمني. اللي أرتكز عليه أكثر اللي هو الموارة الصحيحة والرجوع الصحيح، وكون حمام يمتلك وقت ورجوع. إذن الشغلتين أريدهن من الحمام، كل شيء ما أريد من عنده. فهي معلومة خليها ببالك، لين أغلب الأخوة يعني شوية شغلتهم متعبة بخصوص الألوان، وبخصوص كذا. أنا ما يهمنا هاي الشغلات أبد، ما تهمني. مع ذلك خل أفتح لهم المخاليف يا شباب، وأجيكم. أي شباب، فتحت لهن الباب مال المخاليف، خلي يطلعن براحتهن المخاليف على مود. شوي يأمنن وياهن، لأن المخلف هسه حاليا مقصوص هو، بس خلي يوالفهن. زيد شوي وكحة عندي، كلش وكحة، ما مرتاح لها أبد، ما ارتاحت لها. هاي ما مرتاح لها أبد، هسه هاي الرامبوري شوي حلوة يعني، اعطتنا امان، بس هاي ما اعتقد تبقى يمي يا شباب. هاي الفرخة ما تبقى يمي. انا اعرف الطير اللي يبقى يمه، واعرف الطير اللي يروح. فانت من خلال خبرتك
وتدريجك للحمام تعرف الطير الوكيح، وتعرف الطير الخفيف، وتعرف الطير اللي يبقى لك، وتعرف الطير اللي ما يبقى لك، يعني من خلال خبرتك. طبعا يا شباب شوية قاعد أعاني من شغلة وهي شغلة شوية زحمة. هسه راح أسولف لكم بيها. يعني البارحة 2 زعلوا علي من المتابعين، بس راح إن شاء الله أقنعه. أول المخاليف قامت تصعد. خلنا ندب لها أكل. والمشكلة اليوم بيها هو هذا التيدي نزل، وهذا اللي قلت لكم عليه الطير العملاق، اللي قلت لكم هذا اللي بيه رؤية قوية. هذا الطير اللي عندي بيه رؤية قوية، يعني شوية صعب. هو صعب بين طير صعب جدا صعب. اسمع ذلك، خليه براحته ما عندنا شي وياه. اي شباب، البعض من الاخوة يدخلوا لي على الواتساب: شلونك ابو مصطفى؟ والله تمام الحمد لله. ابو مصطفى في الطلب اخوي، تؤمر يا حبيبي. انا المن مخلي ارقامه المن. هي طلباتكم، لعله نتعلم من عندكم كم معلومة، ولعله تستفادون من عندنا بكم معلومة. المن مخلي رقمي، مثلا ادور شهرة، فقال لي ابو مصطفى هذا الطير اريدك تشوف لي نوعه. شوي انتبه له بهاي الملاحظة. اريدك تشوف لي نوعه. هذا الطيراني اشتريته. واحد من عندهم قال لي هذا الطير مال ولا صديقي، وهذا الطير اللي قال لي اشتريت الطير من ولا صاحبي، بس اريدك تعرف لي نوعه. شبابنا الطيبة، انا يمكن سابقا هو ناس زعلت علي، بس اللي زعلوا علي تقريبا ورا شهرين 3 خابروني قالوا لي والله كلامك صحيح يا اخويا، ما حد يقيم الطير غير صاحب الطير. يعني يرجع لي خليه يزعل، انا اكيف يزعل. فالبارحة انا زعلت 2 لو 3 والله اتصور، لو 2 لو 3. يا ابن الحلال، والله ما اقيم حلال غيري. انا شخص هاوي على قدر سطحي. هذا سطحي. تعال قل لي شو اقيم لك، شنو تريد انا بخدمتك. بالنسبة للعراقي اطلع لك اجداده. تريد بالنسبة للمستورد اطلع لك شنو احفاده. شنو تريده انا خادم. العفو. قال لا انا ما اريدك تقيم، اريدك تعرف نوعه. زين عجيب. زين هو شنو النوع؟ انا اليوم من ارد اخلي لك فد قوسين، واقول لاخويا مثلا شوف لي شكل هذا الطير، شوف له مواره هذا الطير، شوف له وقفة هذا الطير، شوف لي نوعية هذا الطير، شوف له هذا الطير ايش يسوى، وشوف لي هذا الطير طيار لو مو طيار. هاي كلها تروح بحقل اسمه تقييم. تقييم. ها عافية. مو هسه مدحناك التيدي، قلنا لك انت 7. تعال يلا انزل. فوين تروح بحقل تقييم. زين يا ابن عمي اليوم خلينا نسولف بمصطلح حلو. طبعا تحياتنا الى بعض الاخوة والاساتذة من الخليج. يعني اذا اقلكم على شغلة والله تضحكون.
والله تدري هسه الخليج ايش قاعد يسوي؟ قاعد يطلع شتري. الشتر هو لونه ابيض، انتم تدرون بيه. نوع الشتري لونه ابيض. الابيض يتفرع على 3 تفرعات. 3. وين 3؟ ذن 3. النقطة الأولى صح اكو بيجي مثلا منقد بأسود، منقد بأحمر، هذا طبيعي يجي بالشتري. نجي للنقطة الأولى، أن يمتلك العين السوداء ويمتلك العين البيضاء ويمتلك العين البرتقالية. هذا بخصوص من؟ بخصوص الشتري. خوجيت وياكم. انت تدرون هسه حاليا انتم شايفين السخة 10 او التيد بصورة عامة. والله دز لي اياه قال لي هاشم راح اراويك طير، واعرف لي اياه. هو استاذ يعني صديقي استاذ. قلت له هذا تيدي يعني ما نختلف عليه. يعني هو يعني شو اقول لكم، تيدي على حاله. يمتلك العين البيضاء ويمتلك الثوب القبق والذيل الازرق العفو، وتيدي يعني للكلام يعني للمزح انا وياه. قال لي لا هذا مو تيدي. قلت له شنو استاذ؟ قال له هذا شتري، قاعد نشتغل بالشتري نطلع اشكال التيدي. شوف الا رباط بالكلام. زين باوعيت دوخني. قال لي هاي معلومات. قال له هذا الحمام جيناته تختلف، قاعد نتعب على جيناته كذا 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 كذا. قلت له والله كلامك صحيح. فيا اخوتي يا غالين، الحمام اشكال. انت اذا تريدني بالشكل، فانا شو اقول لك؟ مثلا اقول لك هذا النوع تيدي، هذا الطير تيدي. شوفوا هذا اللي بصفه جولدن، هذا اللي بصفه كمنجر. انت اذا تريد تشوف على الشكل اللي عندك وتريد تسمي مثل تسميتي، هذا الشيء غلط يا شباب. الطير دماء تختلف، والطير مواريه تختلف. لعله اشكاله تشابه، اشكاله تشابه على عيني وعلى راسي، بس مواريه تختلف يا شباب. زين ارجع واقول لكم، الشغلة التقييم مو ياهل يجي ويقيم، لا هاشم الساعدي ولا البعض من الاساتذة اللي عندنا بالعراق ولا بعض الاساتذة اللي عندنا بالخليج. ما حد يقيم الطير الا اكو اساتذة خاصة بتقييم الطير. زين هذا الاستاذ اللي خاص بتقييم الطير، هذا المفروض الطير بايده، من يكمش بايده يقلب الموارد ويقلب الريش، لان هو اختصاص. تفهم علي؟ هو اختصاص تقييم يعني صار له بالمجال هذا ما يقارب فوق 30 سنة، فوق 40 سنة. اي شبابنا، هاي قلت لكم ما ارتاح لها. قلت لكم ما باقيت لي هاي الطيرة، هاي الفرخة. المهم، فهاي الاساتذة اكو تختص بتقييم الطير، لان هم مجالهم. قلت لكم يا شباب، قلت لكم صار له مجال 40 سنة و45 سنة. وين انا بعدني كتكوت، مال طيور. شو جنيت المستورد تقريبا بال 2017، ها، وجنيت الحمام العراقي لعله قديم بالحمام العراقي. اني قديم كلش قديم، يعني من تقول لي بالتسعينات انا جناي حمام عراقي بالتسعينات. نقدر من ال 97 من ال 98 انا جناي الحمام العراقي. بس من تقول لي المستورد، زين انا يا قلبي انا جنيت مستورد، واعرف المستورد، وشفت المستورد، وطيرت المستورد. بس يا ابن عمي مو من حقي اقيم. هاي نقطة. النقطة الثانية، انا مو استاذ. اغلب الاخوة يعني صارت هجمة علي، استاذ هاشم. فانا مو استاذ يا شباب، انا بعدني لحد الان تلميذ، واقل التلميذ. صح اعطيكم معلومات، وصح اعطيكم معلومات الاستاذ ما يعطيها. المعلومات اللي دا اقدمها لكم بالحلقات السابقة، والله اساتذة ما تعطيها. العفو. فانا مو استاذ يا شباب، انا رجل مربي وهاوي للحمام الطيار، اذا كان مستورد واذا كان عراقي. فكلمة الاستاذ لا ترفع من شأني ولا تنزل من شأني. كل الحب للأخوة اللي يصيح لأبو مصطفى أو يصيح لهاشم. أنا أكيف واحد يصغرني ما يكبرني.
والله العظيم اكيف واحد يزغرني ما يكبرني، يصيح لهاشم والله عد عيد. فهي اليوم الاحترام ترى مو بالتسميات، والاحترام ترى مو بكلمة الاستاذ، ترى اكو اساتذة مع كل الاحترام اساتذة بلا اخلاق، خليها قاعدة ببالك. تمام، اكو اساتذة بلا اخلاق، لان انا تواصلت ويا بعض الاساتذة قسما بالله بلا اخلاق، يجيك بباب الكبرياء ويجيك بباب يعني فد نحس. مع ذلك احنا لازم نتعلم هم من عندهم، هم نتعلم من عندهم. فالحمام الطيار بقواعد، كل من ويثبت قاعدته. فانت يا شباب اللي تشتري الطير الغريب، واللي طبعا هذا طير بطل. هاي المخلفة، هاي مخلفة بطلة يا اخي، والله عدل نظرة يا اخي، والله مسودنا. ان شاء الله بالايام المقبلة اراويكم يا هاي الفرخة وين راحت. هاي المخلفة، هاي بطلة الطيرة، وبعدين اقول لكم عليها. شوف اني ياكلين من الايد. لا هاي المخلفة نحسة، نحسة بالنزول، نزولها صعب، هاي نزولها صعب. هاي الطيرة، هذا الطير هو نفسه، هذا لقيت عليه بطلاني. اي والله هو، شوف سبحان الله، عدرت لكم هذا الثاني بطل. وبعدين اراويكم هاي شلون شغلة البطل تعرفها بعدين ان شاء الله نسويها، او نتكلم عليها في فيديو، وشلون اقول لكم شنو هاي سالفة البطل. انا هسه المفروض اتجر على الديدان يا شباب، اريد اتجر على الديدان للمخاليف، واريد اتجر على الديدان للفرخات. والله ذن المخاليف روعة، والله روعة بمعنى الكلمة، ما شاء الله. هذا الكمنقر الاول واحد، شوفوا هذا كمنقر يصيح لامه وابوه، كمنقر عيون دم، هذا كمنقر. هذا تقريبا جولدن، هذا الطير جولدن. اعطيك تقريب يعني، اعطيك تقريب على المواري. العفو. شوف دائما تيدي تجي برقبة رفيعة، مثلا شوف ذاك، هذا تيدي يجي برقبة رفيعة جدا. شوف هذا تيدي رقبته رفيعة، هذا تيدي رقبته رفيعة. جيت احط ايدي بالاكل لان صاير بصفحة، حطيت ايدي بقلاص الشاي. وين سالفتنا يا شباب؟ تعال، سالفتنا عن التقييم يا شباب. والله ما اقيم طير هسه لو تطلع لنا مدري شنو انت، لو تزعل ما تزعل، ما اقيم حلال غيري، شكو واحد. العفو. شكو واحد يقيم حلال غيره، هذا واحد فاشل. يعني اليوم انت اذا تريد تختبرني، اختبر هاشم الساعدي. شوف شلون راح اعطيك فد ميزة حلوة. اختبر هاشم الساعدي، تجيب له طير، قل له هاشم احنا كاصدقاء واحنا وكذا ومن متابعينك وكذا، قل له بس على مود هذا الطير اريد اعرف بس نوعيته وكذا، تعال بسلاسة حلوة. في حال اذا هاشم الساعدي قال لك هذا الطير من كذا نوع، مثلا تيدي او رامبوري او جولدن او كمنقر، والله العظيم من حقك ان تغلط علي. قل انت شخص ما تفتهم، وانت شخص لا يم التور ولا يم الحمام الطيار، وانت شخص فاشل ما دام تقيم حلال غيرك. لان اولا حتى باشكال شرعي، تقييم الحلال
حتى بإشكال شرعي. أنا سائل مو ما سائل، لأن أنا مو غشيم. أنا من أدخل بمطب أدخل بمطب صحيح. والله البارحة طبعا زرنا وندعينا لكم وسويت لكم ستوري نزلتها هم. والله دعيت لكم من القلب. الكل شخص بحاجة إلى شغلة بالحياة إن شاء الله تتحقق له. دعيت لكم والله العظيم. وطبعا بخصوص النسخة مال الأستاذ فقير حسين، يا شباب اللي دخل بس ولد علي من حيور أتذكره، قال لي أبو مصطفى أنا رايد من هاي النسخة. قلت له ماكو مشكلة، بس خلي أشوف بعض المتابعين إذا يريدون نسخة على مود ندزلهم تجارب، لأن تعرف يا شباب كون يعني خليها واقعيين، نكون واقعيين. يعني إذا أروح للأستاذ يعني راح أدز له شخص يجيب لي ياهن تاكسي، أدز له روح رجعة. ليش مثلا تطيح على واحد؟ خلي تطيح على كل الأشخاص. فمثلا 5 أشخاص والكراوي، هاي الكراوي عليكم، أنا ما له علاقة. بخصوص النسخة لعله ناخذ لك جزء قليل أن تشتغل عليها وتطبقها، بس فلوسها عليك، أنا ما له علاقة. هو الولد قال لي مجاني، بس أنا يعني أخو ما تريد مثلا عليك الله، مثلا أنت تريد نسخة أنا ما أريد نسخة. أنت تريد نسخة يعني مثلا تروح هاشم الساعدي يروح يجيب لك النسخة ويدور يدز لك إياها شو اسمه للجراجات وهاي، يعني كله على حسابي. يعني صاحبك حلو لا تاكله كله. فالمصاريف مصاريف التكلفة والنقل هاي كله عليكم. بالنسبة للنسخة، النسخة مجانية للتجربة، للي يريد يجرب النسخة. لأن هو الأستاذ بنفسه قال الطير اللي يطير ساعة أو ساعتين أخليه يطير لك 10 ساعات 8 ساعات أخليه يطير. هاي شغلة النسخة للأشخاص اللي ما عندهم، يعني اللي عندهم حمام غير طيار فيستخدمون النسخة. تعرفون انتم 3/4 الحمام الطيار كله يشتغل على النسخ، ذاك من ذاك اللي ما يشتغل على النسخة. ولا واحد هم من المتابعين قال لي انت مقتنع باستاذ عمران المي ياخذ نسخة؟ قلت له والله العظيم يعني الرجل حلف لي وجزم وقال لي يا هاشم انا ما استخدم نسخة، انا استخدم مكونات مساعدة للطيران اللي هي مثل الاعشاب مع اعشاب ومع ذلك المكملات الغذائية. يعني قال لي هذا اللي استخدمه. قال لي انا نسخة ما استخدم. هو بنفسه قال لي لا عمي هذا واحد كذاب، عمران يكذب عليك، اكو واحد ما يستخدم نسخة. قلت له هسه كذاب، خليه يكذب، شريد من عند الرجال، خليه يكذب على روحه، شو اللي علاقة اني؟ فشوف الاخلاق، يجيك باخلاق غير حلوة. فمع ذلك احنا لازم نراعي مشاعر الكذب وخليه براحته، وين ما يريد يتهمني خليه يتهمني، ما عندي كل مشكلة. طبعا انا عندي روحة والله العظيم، عندي روحة. هسه كنا اروح للدكتورة قلت بس خل اسوي لكم حلقة على مود شوية هم تتونسون، وعلى مود الحلقة هم مرد انزلها من وقت، لان شوية اليوتيوب ما شاء الله هالايام شاد وياي، تحميله يكون ثقيل علي، لان قاعد انزل فيديوهات بدقة. طبعا الشغلة المو حلوة هاي الشغلة المو حلوة هاي من انت تشرح وشاي خلاص وبعد ما تعرف شو تسولف، تجيبها منا تحطها منا. اولي شوف الساعة دكتور روحه قطع نفسه. والله لو عنده صبغة ارتاح، بس انا عندي صبغ، مو ما عندي صبغ، بس هذا الصبغ مو حلو، يطلع اشكال الطير كلش مو حلوة. هسه وصيت على هذا الولد علي العقيلي، يمكن من اهالي مدينة الصدر، دزيت له بصمة، ونشوف بعد هو راد علي هم ببصمة، بس باقي بس اريد نأكد الامور على مود نسوي له فد منشور. اذا كان من بعد ما نشتغل الصبغ، نشوف الصبغ اذا جيد ننزله يا ولد ونقول لكم اشتروا من عنده، واذا لا والله الصبغ مو جيد اقول لكم لا حد يشتري من عنده.
والله القعدة ويا المخاليف كلش حلوة، بس هني وجوه تخوف، وجوه تخوف. يعني شوية دقة نظر عيني أفضل من ما أنت تنظر بالتليفون، ف مخيفة بس قعدتها حلوة. أنا هاي مو مطيرشية اللي بصف، والله حش السامع عربنشية، ولا هم من متابعيني ويسمعوني. بس عمي كافي لا حد يشمر على الطيور، كافي والله عيب. هسه زحمة والله زحمة، حاطين صفاراتكم. هسه عم صفر بس على كيفك بالصفارة. زين هذا الطابوق اللي يشمرونه والفيبر اللي يشمرونه سمو عيب، ما تقولون هاي عوائل منا. وانا ادري بيكم متابعيني، ادري بيكم تتابعوني، ادري بيكم تتابعوني وتشوفون ايش عندي ما عندي، ومتانين تخريج الفرخة. عادي ما عندي مشكلة وياك، عادي تحضر لي وش تريد تسوي وش تريد تصمغ اصمغ، ما عندي مشكلة. بس شوي عيب، خلي ذوق، خلي ذوق عندك، خلي ذوق عندك والله عيب. ترستونا من هذا الفيبر، فيبر وهذا الشين كل اللي يدقونه مو عيب. كل واحد شارب كنا شارب. والله ما ادري ايش احكي، ما ادري. شوي عم استحوا استحوا والله استحوا استحوا. هاي الجيران الجار مثل الاخو، شوية راعوا. ها تعال 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 والله بس ندست للطيور راح ورجع، هيك راح ورجع. هذا طبعا من المخاليف التيدي، والله ما قصه، خلي ما قصه. وهذا قلت لكم الطير علي هذا رقم واحد، هذا رقم واحد. هاي عود انا قاعد هنا لو طالع شلون، هذا دليل على انه يقول لي هاشم احبسنا احبسنا يلا تروح، احبسنا يلا تروح. ومع ذلك راح احبسن فعلا يلا اروح. اخليه ببرج المخاليف شويه، خليه توالفن ويا المخاليف على مود اذا طيرنا نطلع لهن بس المخاليف. وتحياتي لكم ومشاهدة ممتعة يا رب، لعله ولو جزء بسيط ان تعلمتوا من عندنا او علمناكم عليه او تعلمنا منكم، فنتمنى لكم الموفقية يا رب. اخوكم هاشم الساعدي، مع السلامة يا اجمل متابعين.